ايه هي الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة البينة يذكر مع الكفار خالدين فيها ومع المؤمنين خالدين فيها ابدا؟ معلومه كل يوم، يلا بينا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر اهل التفسير ان الخلود اذا اطلق في عذاب الكفار فهو في ذاته كافي، لان عذاب الكفار لا ينقطع ابدا، فخالدين فيها كافيه انها تعرفك ان الكفار هيعذبوا في جهنم دائما بلا انقطاع. اما في حاله المؤمنين، ربنا يا رب يجعلنا منهم، فقد يظن ان الخلود سينتهي بعد فتره من الفترات، بعد زمن معين الخلود ينتهي، فاتى الله بلفظ ابدا خالدين فيها ابدا طمأنة لقلوب المؤمنين. وكمان لان النفس البشريه بتحب دوام الخير، بتحب دايما الخير يبقى موجود وتخشى انقطاعه، بتخاف قوي لو الخير ده انقطع، فربنا يطمن النفس البشريه ديت ويأكد لها ان احنا ايه، ان شاء الله يا رب ربنا يجعلنا منهم خالدين فيها ابدا. شفت رحمه ورأفه ربنا بالمؤمنين؟ فالايه ديت فيها نوع من التحفيز والحماس والتشجيع لينا ان احنا نشتغل ونسعى علشان خاطر في جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا. ربنا يا رب يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين. أنا خالد شريف، بقدم معلومة كل يوم، لايك وفولو، واستنى المعلومات الجاية. سلام.